العرب الأمة التي نعتها الله بخير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة عظيمة في ماضيها، وجاء الإسلام فزادها عظمة، وما كان هذا الاختيار من الباري عز وجل اعتباطا، وإنما كان عن حكمة، لأن هذه الأمة حوت من الصفات ما لم تهوها أمة أخرى، ودليل ما في هذا الكتاب إذا رغبتم فأشرح لكم بعضها. بس برضه حضرتك ما ردتش على سؤالي، قلت لي هل عندك وقت لسماع الموسيقى الشرقية؟ ما قلت لك. فإذا هل الفترة الاستثنائية اللي مرت وأنا شاب حرمتني من التلذذ كشاب؟ فبقيت أعيش هذه الحياة في نوع من الكآبة، لأن بعد أن كئبت شخصيا الآن بديت أتألم لأمتي. هذه الأمة العظيمة، هذه الأمة التي تضم 100 مليون أو 120 مليون تقهر أمام مليونين من صعاليك اليهود. هذا خلاني أفكر، لذلك عزفت عن الدنيا، فلم أرقص ولم أغني ولم أطرب، إلا أحيانا بعض الغناء الحزين يؤلمني، منها بعض اسطوانات لمين؟ المغنية أم كلثوم أحيانا، فتأخذ مني يعني في نغمتها الحزينة تأثر فيها، يعني الأغاني الحزينة للسيدة أم كلثوم. فعلا الأغاني الحزينة تأثرني كثير. كذلك أغانيها التي تدفع الشباب إلى النهوض، إلى التضحية، إلى الثورة، إلى العمل، أيضا أتأثر فيها، لأن حياتي كما يعلم الأخوان أني كنت على حد تعبيرهم ثائر، لا أقول ثائر. إيه أهم مزايا أو صفات العرب زي ما حضرتك كاتب في كتابك؟ سؤال ظريف. أهم صفة للإنسان تميزه عن باقي المخلوقات الوفاء. الوفاء، ولذلك عناها الله في كتابه، قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويحضرني أن أقدم لسامعي الكرام مثلا واحدا من الوفاء من أمثلة كثيرة. تلك هي قصة يرويها صاحب شرطة المأمون. قال صاحب الشرطة: كنت ذات يوم مع المأمون، وجيء بشخص مكبل، والتكبيل هو تصفيد اليدين والرجلين وجمعها معا. قال لي: خذ هذا إلى دارك وأتني به غدا صباحا لأقطع رأسه. فأمرت الشرطة بنقله إلى داري، وأمضيت بقية وقتي مع المأمون، ثم انصرفت إلى بيتي لأنام. وحين وصلت البيت قلت لأرى من يكون هذا الشخص. جئته فقلت: من تكون أيها الرجل؟ قال: أنا من الشام وأهلها خيرا. قلت: أتعرف فلانا ابن فلان؟ قال: ومن أين تعرفه؟ قلت: لي معه قصة. قال: لا أخبرك عنه إلا إذا قصصت لي قصتك معه. قلت، مدير الشرطة يتكلم، قلت: كنت صاحب شرطة في الشام، وحصلت ثورة فقتل الوالي، وتدليت من الدار بزنبيل، وحين وصلت الأرض فريت والتجأت إلى دار شخص لا أعرفه، فبقيت عنده 4 شهور، يقدم لي كل يوم طعاما شهيا وملابس نظيفة، وأنا لا أعرفه ولا يعرفني. ذات يوم قلت له: أريد أهلي في العراق. قال: القافلة ستبحر بعد 3 أيام وأنا أخبرك. وبعد 3 أيام جاءني، قال: هيئ نفسك في القافلة على أهبة السفر، وتركني. بدأت أفكر، قلت: كيف لي بالسفر وأنا لا أملك مالا ولا نقيرا؟ وبينما كنت أفكر في هذا، عاد يحمل حزاما يسمى هميان، وفيه سيف مدلى. قال: هذا الهميان تمنطق به، وفيه 500 دينار هي مصرفك للطريق، وهذا الحسام سلاح لك، وهذه الفرس لتركبها، وهذا الخادم لخدمتك، وهذا البرذون هو البغل، وهذا البرذون محمل من نفائس الشام هدية منا لأهلك، وتلك والله منة، وأنا أتعقب أثره وعلي أفي ببعض هذه المنة. قال: أنا هو. المكبل قال: أنا هو. فأبصرت في وجهه وإذا به صاحبي، فأرسلت إلى حداد كسر قيده، وأدخلته الحمام واغتسل، وألبسته ملابس نظيفة، وقلت له: هذه 1000 دينار، وهذه فرسي، خذها واذهب ودعني أصارع المأمون.
قال والله لن أفعله. قلت لماذا؟ قال ذنبي عند المأمون عظيم وهو قاتل لا محالة، فإن ذهبت قتلك مكاني فلا أبرح، وألححت عليه فلم يفعل. قلت إذا تبقى هنا وأنا أذهب إلى المأمون ألتمسه، فإن أجابني فبها وإلا أرسلت إليك ليقطع رأسك. قال هذه أقبلها. وذهبت إلى البزاز واشتريت منه كفنا وأبقيت الكفن معي إلى الصباح، وفي الصباح صليت الصبح وجاءني رسول المأمون يطلب الرجل، فأخذت الكفن وذهبت. جئت إلى المأمون رأيته يتمشى في حديقة الدار. قال أين الرجل؟ قلت اسمع مني يا أمير المؤمنين. قال علي عهد الله إن قلت فر لقطعت رأسك مكانه. قلت اسمع مني يا أمير المؤمنين ولك أن تفعل بعدها ما تشاء. قال قل. فقصصت قصتي من أولها إلى آخره. فلما سمع المأمون القصة بكى. قال والله لا أعلم أيكما أكرم، أهو الذي آواك وكرمك دون معرفة أم أنت الذي أردت أن تفتديه بروحك بعد المعرفة؟ وأنا لا أريد أن أكون ألأمكما فقد عفوت عن الرجل أحذره، والآن طمعت فيه. قلت ذلك لا يكفي يا أمير المؤمنين. قال بل. قلت صله. قال وصلناه ب50,000 درهم. قلت ذلك لا يكفي. قال لما؟ قلت لأن ذنب الشخص كبير وهدايا الملوك على قدر ذنب الرعية فأجزل له العطاء. قال وصلناه ب100,000 وولاية الشام وعفونا عنه أحضره. فلما حضر الرجل قبل العفو وصفح عن المال والولاية. قال المال عندي ما يكفيني منه والولاية يكفيني ما صرت إليه. هذا مثل من الأمثلة التي كان أسلافنا يحتفظون بها ويعرضون أرواحهم من أجلها. وذكرت شيئا إذا تسمح عن العفو عند المقدرة. أي شعب وأي فرد غير عربي إذا تمكن من عدوه قتله، إلا العربي إذا تمكن من عدوه وأظهر العدو الندم أو أظهر الضعف عفى عنه. والقصة التالية: ذلك أن إبراهيم بن سليمان ابن عبد الملك حين انتقلت الخلافة من بني أمية إلى العباسيين، وحين أصبح المنصور خليفة، ثار عليه في بلاد الري. في بلاد الري جزء من إيران. إيران جار ابتلينا بها، كل ما تحدث قضايا علينا تحرك الناس علينا وإحنا نصفح لها لأن جارتنا. على كل الله يهديها. فثار في بلاد الري وبقى ثائرا 2 ثم غلب فاختفى، واختفى 2 أيضا، والتمس عند المنصور فعفى عنه. من عادة الملوك كانوا إذا تمكنوا من خصومهم وعفوا عنهم يجعلونهم من جلاسهم. لماذا؟ ليكرموهم أولا، ولأجل أن يكونوا تحت مراقبتهم ثانيا. فذات يوم سأله المنصور: يا عم حدثني عن أغرب ما مر معك أثناء اختفائك. هذه القصة هنا التي بيت القصيد. قال: والله يا ابن أخي كنت ذات يوم مختفيا في الحيرة، والحيرة قرية عراقية قريبة من الكوفة، فأبصرت أعلاما سود خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فعرفت أن بني العباس يبحثون عني. قلت إن بقيت هنا لابد وأن يكتشفون، فقطعت إثرهم وذهبت إلى الكوفة وأنا لا أعرف من أهلها أحد. وبينما كنت أسير متنكرا خائفا في طرقاتها رأيت بابا مفتوحا فولجته، وإذا برجل في فناء الدار. حين رآني هش بي ورحب. قال: من الرجل؟ قلت: والله رجل خائف يستجير بك. قال: أمنت. فأسكنني غرفة في داره وبقيت عنده 6 شهور معززا مكرما في كل يوم. رأيته يكثر من ركوب الخيل، يركب الخيل صباحا ولا يعود إلا متأخرا النهار. قلت: أراك تكثر من ركوب الخيل، ففيما ذلك؟ هل لديك ضيعة تذهب إليها أم أنك تحب الصيد؟ قال: لا والله، إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي، وعلمت أنه مختف بالحيرة، وأذهب أبحث عنه علي أجده فأقتله. وهو نفس إبراهيم، هو المختفي عند نفسه. قلت: أنا مثلي مثل من فر من الموت وفي الموت وقع. فكرت قلت: إلى متى الاختفاء؟ إن لم يقتلني هذا الشخص فسيقتلني المنصور، إذا لي أبوح بأمري. قلت: من أنت أيها الرجل وما أبوك؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قلت: لقد مكنك الله من عدوك. قال: وأين عدوي؟ قلت: أنا عدوك.
لم يصدق. قال بالله عليك يا رجل، هل أسأنا ضيافتك أم أن البعد والاختفاء قد أضجرك فأصبحت تتمنى الموت؟ قلت له والله أنا فلان ابن فلان قتلت أباك يوم كذا وكذا من أجل كذا وكذا فاقتص لنفسك. فحين تأكد صدق قولي أطرق هنيهة ثم رفع رأسه وقال أنت قتلت أبي أدعوك إلى حاكم عادل يقتص منك، وأما أنا فلا أقتلك في داري فتسبني العرب، وهذه 1000 دينار وانجو عني خشية أن يغلبني الشيطان. هذه الأمة التي هذه مزاياها هي التي قال فيها ربها الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا اختيار الله للأمة العربية لم يكن بلاش كما تقول. حضرتك يعني أرجو أن دي ما تكونش الزيارة الأخيرة لك في القاهرة، والمرة الجاية تكون فرصة أطول لنتعرف بحضرتك مش بس كمحافظ بغداد، كالفنان الأديب اللي قضى 16 سنة في السجون يفكر في الأمة العربية وفي عودتها إلى مثل زمان وخلق زمان. والله سرور يا أخي، لكن لو تدري وضعي في بغداد، يعني يوم اللي تركت بغداد رأيت الأرامل والأيتام وقوفا على باب المحافظة، لأن هؤلاء الذين العجزة والمقعدين لهم عندنا مرتب شهري يتقاضونه. قالوا أنت رايح من الذين يعطينا المرتب الشهري؟ حتما سيعدون أيام الشهر يوم يوم، يقولون عجب هذا راح يمضي شهر عليه لو يعود قبل شهر حتى ينطينا. لا حضرتك تبقى تديهم مقدما علشان تقدر تقعد عندنا هنا شهر أو أكثر إن شاء الله. لي الشرف يا أخي.